يا مساء الفل على الناس سهرانين. ضيوفنا النهارده غاليين جدا على قلبي، حبايبي، ولاد البلد، ولاد الاصول، الجدعان، ولاد امبابه، ولاد الوراق، وعشره العمر. تعالوا نرحب الاول بالنجم اخويا وحبيبي محمود عبد المغني. يا صاحبي حبيبي وحشني. حبيبي اخبارك ايه؟ حبيبي والله العظيم ابن الوراق، حبيبي الراجل الطيب، صح الراجل الجدع، ومجدعتك عشرة عمر. والله العظيم. ازيك يا حود؟ حبيبي اكيد. ايه الشياكه ايه دي؟ الاخبار؟ ليه؟ ايه دي العيدون ولا جديده؟ ايه ده انت ايوه تكسب؟ مفيش. طبعا عشان القعده الحلوه دي تكمل معانا بقى اخونا وحبيبنا، وعايز اقول لكم خفه الدم كلها واكتر واحد بيضحكني في حياتي، الجامد، النجم الكبير احمد فتحي. ايوه يا جامد. السلام كتير مستعجل ليه؟ ازيك يا ابو حميد؟ وحشني. اوه انا عايز اقول لك على حاجه. حبيبي تيحه انا واحنا داخلين اصلا بقول له ايه الاخبار؟ مالك متوتر ليه؟ قال لي أنا متوتر من حاجه واحده بس. قلت له قال لي محمود عبد المغني. شكرا كده خلاص. واقف ورا الناحيه يقول لي ايه؟ سلم نفسك عبد المغني. ليه عملت ايه؟ انا عايزين قفشت. نخلص الحلقه عشان حاضر. امير بس ومش حاضر. عايزين مشاكل. حبيبي اخباركم انا ايه؟ عارف الخط بتاعنا امبابه والوراق ده. شوف اول ما دخل راح ماسك الميكروفون لا ما بص اقول لك على حاجه. بيعشق الغنى. لا ما امبابه والوراق صح يعني الرجوله والادب والاحترام والجدعنه. تحيه كبيره لامبابه والوراق. وطبعا عايز اقول لك حاجه، احنا كل ما بنقعد نتكلم مثلا محمود بيتكلم ما بيجيبش سيره غير على الوراق، المنطقه اللي اتربى فيها. صح وشارع السيما ايوه شارع الواحد. احكي لنا بقى على الايام الحلوه وانت صغير. احلى ايام في الوراق. الوراق كانوا يقولوا عليها هواها اخضر، ارض زراعيه بحته. بيتي كان قريب من النيل، فانت عايش في وسط ناس طيبه جدعنه الرجوله. اتعلمنا منهم حاجات كتير. ومن موضوع السيما ده بالصدفه البحته ان انا كنت امشي من بيتي لشارع السيما. في سيما عندنا صيفي مفتوحه، فكان في افلام بروسلي بقى والحاجات ديت، فكان نطلع نضرب في بعض كلنا. والله خش في على بروسلي يطلع وتطلع بقى طبعا بنضرب في بعض على كلنا. الواقع بقى على طول ضرب وبتاع أيوة. وبتاع ونطير أيوة. وحاجات وبتاع. فكره الشوارع دي السينما وانت عيل صغير 8 9 سنين تروح السينما تتفرج، والصدفه البحته ان تبقى جنب بيتك. فكان حدث مهم جدا في تكوين الشخصيه. حلو بدايه موفقه تكوين للحلقه. حلو هي بدايه موفقه جدا. بدايه بس بداية. لان انا عارف اللي جاي. لسه الحلقه اما تسخن. لا اصل انا عارفه، انا عارف أيوة. محمود، يعني احنا عشره عمر واشتغلنا قبل كده كتير. مع بعض، فانا عارف لما بيسخن بينسى محمود عبد المغني. أيوة ده هيقلع البدله واحد تاني وهيعيش خالص. دلوقتي. وانت بقى والمنطقه الشعبيه الاصيله امبابه. ايوه طبعا. يعني انا سامع طبعا ان دي كان جارك. هنيدي كان ساكن في اول الشارع، بس هنيدي ارقى شويه يعني. هو ساكن في اول الشارع في على الشارع في الرئيسي الميدان. بقى هو ارقى في امبابه عند النفق كده. انا ساكن في نفس الشارع بس جوه. يعني حتى مره حد بيكلمني قلت له على فكره انا بقالي 20 سنه بقى ماشي نفس الشارع اللي يمشيه هنيدي، بس انا لحد دلوقتي لسه ما وصلتش. لا انت وصلت وعلمت. بس الناس كلها كانت بتلعب في الشارع وهم صغيرين. طبعا. انت بقى كنت بتلعب فوق السطوح ليه؟ اي ده انت عرفت. طبعا. طبعا. احنا جايبين عنك شويه حاجات انا النهارده. يعني كنا متحفظين بص شويه في جامد البيت. من وانت صغير وانت يا جامد نهاري ايوه. شايف حلو والله العظيم. قمر. الصوره الوحيده اللي موجوده ومبهمه. انت عايز واحد تاني، انت عايز واحد تاني. مش مصدق ان انت والله العظيم ما مصدق. لا يعني عايز لو جابوا لي الصوره دي قبل كده وحلفوا لي احمد فتحي عمري ما صدق. والله وانا مش مصدق. شكلك انا كنت متغير. ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ لما انت يمكن من لسه اللعب والله. فوق السطح. لا لا والله لسه قمر حبيبي بس والله يا فوق السطح بتعمل ايه؟ تلعب ايه؟ عشان احنا يعني في الشارع بيلعبوا مع بعض اصحاب مع ما بعض. هو كلنا كنا في العماره. هي العماره في وسط امبابه في الشارع ده، فاحنا يعني حاسين بنفسنا فنطلع نلعب فوق السطح لحد ما صاحبه البيت طردتنا عشان بنعمل دوشه وبنلعب كوره وحاجات. بقينا كبرنا شويه بقينا ننزل نلعب في الشارع عادي زي العيال، عشان كنا بنلعب ما كناش بينزلوا الشارع يعني اهالينا في اول الحاجات كده يعني. بس عايز اقول حاجه، واحلى حاجه مغني برضو لما حد بيقعد يتكلم على طفولته والايام اللي اتولد فيها واتربى فيها مع اصحابه. انا بتبسط لما الاقي حد يجي يقول لك ايه انا من الوراق وانا من امبابه. انا لما حد بيقول له انا بقول له انا من سر القبه المناطق. دلوقتي بتيجي تسال ناس، في ناس تقول لك لا احنا من التجمع واحنا من زايد واحنا، يعني بتفرق كتير لما حد
بتفتخر بالمناطق الشعبيه اللي انت اتربيت فيها، اللي هي اصلا خلت محمود عبد المغني وخلت احمد فتحي زي ما هم لحد النهارده ما اتغيروش. بالتالي ده بيفرق جدا يعني. طبعا. التجارب والحاجات اللي بتشوفها ولو خدناها حتى عملي، الذاكره الانفعاليه، انت بتشوف مواقف كتير بتمر عليك بتخزنها. وده انا حاجه يا امير، انت هتروح فين؟ يعني ايه العيب ان انا من امبابه او محمود من الوراق او انت من يعني ايه سراء العيب؟ القبة. سراء القبة. يعني ايه العيب؟ بالعكس انا شايف ان هو اللي بس انا شفتك مره في الكوربه انت واقف بتسلم على 500 يعني 600 عربيه. ما عارفين مش فاهم كلها. نفس بس عليك يا محمد كريم يا هيثم عامل فيها حسن ارابيسك انا في اقسم بالله والله العظيم. لا يعني انا اصريت بعد كده لما سليم ابتدى يكبر شويه، انا ابتديت انزله سراء القبة، تاخده وتوريه. لا لازم يشوف. أيوه. هو اول مره نزل سراء القبة هو الواد حاسس انه راح عالم تاني. أيوه. هو شايف بقى طبعا جسر السويس. أيوه. وشايف الميكروباصات ومطريه رمسيس. هو مش فاهم ده ايه. هو وقف كده عمال مستغرب بيقول لي هو ايه ده، احنا فين؟ لا ده هو ده، وبعدين اللي هناك هو اللي ايه يعني. أيوه. احنا من هنا. فانا مش شايف ان فيها اي حاجه، بالعكس. لو قلنا عكس كده يبقى احنا ما طمنتش فينا أنا كل العشرة فترة. بس انا كنت باجي لكم عندكم هناك اكل عند سندس واكل عند عرفه. ايوه يا لهوي، عرفه بتاع المكرونه بالظبط. يا وعلى لهوي. بسطه حته اللي يا هي لهوي الموجوده في عليك. الصلصه ما دي. انت كنت انا موجود من ايام العربيه. ايوه يعني انا موجود من قبل ما يبقى فيه الصرح اللي هو انا عامله ده. موجود من قبل العربيه. لا سواء ازاي كانت لا اصل هو اكيد خلي بالك مغني. بحب الكشري مغني وانا اكيد. كمان. اروح له في اي حته. أيوة. يعني مغني نقعد في التصوير انت مش فاهم اهم حاجه عنده البريك. بالظبط. بعدين تذوق مش كميه. لا الحاجة. بيتفنن. ارجوك يعني. ده انا عايز اقول لك ان انا مره قاعد في البريك، فانا بحب السمك، بحب البولتي غلط. العادي، فدخل ده اتعصب جدا. أول قال لي يوم. بولتي. قلت ازاي؟ قلت له ايه المشكله؟ قال لي دلوقتي في دينيس. دينيس دلوقتي. قال لي دينيس، قال لي الحياه اتغيرت. ايوه. قلت له انا بحب. عدينا مرحله البولت. غريبه قوي. الدنيس. قلت لهم امير طالب ايه؟ اشوف انا اطلب زيه. مش معقول. مع بعضينا يعني. بولتي؟ قالوا طالب بولتي ماشي. قلت بولتي في دينيس. انا عارف في تعبين. لا هو في هو حاجات بيحب الاكل عروس. وبعدين دماغه حلوه في الاكل. يعني كمان شفت له في الاخر كان بيعمل فيديوهات، كان بيحب يقف في المطبخ وبيتعلم وبتاع حاجات وبيطبخ بنفسه دلوقتي. وده متهيألي بيريح جدا بقى المدامات. خلاص. خلاص طايره طبعا. وهم دلوقتي العيال كمان بقى في يعني دلوقتي بيحبوا نوع يعني بعض الاكلات مننا. المكرونات احب اعملها لهم انا. الكبده تشويح، ما اعرفش ليه كل الرجاله بيحبوا يعملوا كبده. ولا انت؟ انا ممنوع. هي عشان ممنوع. سهله. انا مراتي ما بتدخليش المطبخ. ليه؟ ممنوع تدخل عشان المطبخ. بهيص في المطبخ جامد. بتزروط. بزروط جامد. بتزروط. ما كلنا على فكره كده. ما هي بس هي لا ما بتدخلنيش بقى. تقول لي انت عايز ايه وانا اعمل لك. مفيش حاجه بتحصل اصلا. مفيش حاجه. مفيش حاجه بتتعمل من الاخر. طب خلينا نرجع تاني واحنا كده صغيرين في المنطقه بتاعتنا. انتوا الاثنين اشتغلتوا من وانتوا صغيرين صح؟ فاول حاجه اشتغلتها ايه؟ البلاط. يعني بعد ما باباك مثلا توفى. دي اول حاجه اشتغلتها. ايه بقى؟ انا حسيت كده ان انا عايز اعمل فيها المسؤول. ايوه. ما مش مطلوب مني ابقى مسؤول خالص. يعني اخويا الكبير مش محمد مطلوب منك شقه. لا. يعني انا في ابتدائي وتمام والحياه حلوه، ما اعرفش ليه المسؤوليه يعني شدتني. ما بقتش اروح المدرسه وبروح بقى اشتغل عندنا المنطقه. مع انك كنت ممكن تروح المدرسه عادي. اروح عادي ومش مسؤول تشتغل اصلا. بعد الظهر. لا ما اشتغلش مع اخواته موجودين. ما يعرفش. هو حاسس انه عايز يبقى يعني عايز يبقى راجل البيت مسؤول. يعني وبيعمل حاجه. المنطقه عندنا كلها بتشتهر بالبلاط وبالسباكه. فطبعا واخويا محمد اصلا برضو ايه في البلاط يعني. فانا اشتغلت في البلاط يعني، وكنت احسن واحد بسقي يعني. عارف السقيه والوزره، وكان لسه يسيب لي وزره كده ممكن اعملها في الاخر وبتاع ومش عارف ايه. وبتقعد تسقي بنفسك كل حاجه. احسن واحد كنت مطلوب بالاسم يعني. يعني